السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم زي العسل. تعالى كده ايه نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدا كده في المكونات بتاعتنا. نعمل احلى بوتفور طريقه تحفه، طريقه سهله، وممكن لو ما عندكيش زبده ممكن تعمليه بسمنه. هنسمي بسم الله ونبدا كده اقول لكم على المكونات بتاعتنا. معايا 3 باكيتات فانيليا، ماشي. معايا حبيتين من البيض بدرجه حراره الغرفه. انا مش فاصله البيض عن الصفار عن البياض، لا انا حاطه البيضتين كاملين تمام كده. لو انت حابه تفصلي حبه يبقى دايب قوي، يعني حابه البوتفور بتاعك يبقى دايب قوي، هتحطي بيضه صفار بياض، هتحطي بيضه تاخدي الصفار وتشيلي البياض وتاخدي البيضه التانية كامله. لو انت حابه البوتفور بتاعك يبقى دايب قوي تلمسيه كده يبقى دايب. لو عايزاه يبقى ماسك نفسه سنه كده هنحط البيضتين كاملين تمام كده. شو عندنا كوبايه سكر بودره، تكون اهم حاجه كوبايه السكر. انا طحنه جايبه السكر زي ما قلت لكم، طحناه في البيت. كوبايه سكر مطحونه وتنخليها. معايا 400 جرام زبده. معايا نص كيلو دقيق متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. ومعايا بص ذره الملح اهي حطيتها على الدقيق بتاعي. اهم حاجه اوعي تستغني عن ذره الملح. بصوا احنا بقول لكم على كل حاجه بمشي بيها بحق ربنا، عشان برضو ايه لو حد هيشتري او حد هيعمل حاجه برضو يبقى عارف كل حاجه. قادره ان انت تجيبي اللي متغلف، الاكياس المتغلفه هي غاليه، ماشي. هاتي عادي لو انت قادره هتجيبي منها، هاتي منها. عايزه تجيبي اللي هو متخصص للكحك والبسكوت اغلى برضو هاتي منه. عايزه تجيبي زي ما انا قلت لك اللي هو السايب ده. وممكن تحطي لو انت يعني عارفه الدقيق بتاعك فيه عرق ممكن تحطي عليه معلقتين نشا. على كل كيلو دقيق تحطي معلقتين نشا. والحاجات معينه برضو اللي بنحط لها نشا، مش كل الوصفات بنحط له نشا تمام كده. يبقى انا معايا نص كيلو دقيق، معايا حبتين من البيض، انا كده فضيت ال3 بواكي الفانيليا، معايا كوبايه سكر بودره، معايا 400 جرام زبده. وممكن تستبدلي الزبده بالسمنه، اي نوع سمنه انت حابه تحطي، سمنه بلدي، سمنه علب، اي نوع سمنه حابه تحطيه بس يعني يكون اهم حاجه من التلاجة. هنزل بقى بالزبده بتاعتي. انا مطلعاها من التلاجة، جبتها وطلعتها من التلاجة، حطيتها في التلاجة شويه. بس عايزه اكسرها كده عشان المضرب ما يتكسرش معايا السلاح بتاعه. لو عندك عجان حطي فيه اشتغلي بيه، لو عندك مضرب الكهرباء اشتغلي بيه، لو ما عندكيش اضربي بالمضرب السلك اللي هو اليدوي، ما عندكيش اعملي بايديك. هتبقى كل الطرق معاكي وهتطلع معاكي ناجحه وزي الفل. الحاجات دي مش هي اللي بتحلل حاجه او بتوحشها، لا هي بس بتسرع معانا عمليه الشغل شويه بس، اكتر من كده مش حاجه. امي وستي وكلنا كنا بنعمل، او يعني اكتر الوقت كنا بنشتغل بايدنا تمام كده. كنا بنحط كده ونقعد نشتغل بايدنا، بس ما كناش بنعمل كيلو واتنين، كنا بنعمل بال20 كيلو. هضرب بقى السمنه كده، الزبده بتاعتي الاول قبل ما انزل بقى بالسكر، هضرب شويه بالمضرب انعم السمنه بتاعتي او الزبده بتاعتي عشان لما تحطيها طالعه من انزل بقى بالسكر. بس كده بقى انزل بالبيض، انزل بواحده. اهم حاجه كده ايه ننزل بواحده ونضرب شويه، وبعد كده ننزل بالبيضه التانيه. كده ضربته حلو. بصوا بقى عامل الكريمه ازاي. هي الاضاءه هتبين لكم اللي هي صفرة قوي، بس هي مش صفرة قوي بس عشان الاضاءه بس. هي شوف زي الكريم شانتيه كده، بطلع بقى الكريمه خالص. هنزل بقى بالدقيق، نص كيلو دقيق بتاعي، بس مش هنزل بكله مره واحده، هنسيب معلقتين كده في الاخر اهم. هي عجينه عندك سيبي معلقتين في الاخر كده نشوف هنحتاجهم ولا لا. نقلب بقى كده. بصوا بنقلب بصوابعنا ما بنعجنش كده. خلاص حبه دقيق، اسيب معلقه، انزل بمعلقه كده. الوصفه دي او الطريقه ديت تنفع معاكي بالقرطاس وتنفع معاكي بالمكنه. السطريه برضو انزل بقى بحبه كده طبعا كلهم كده. بقت العجينه معانا زي الفل. السطريه شويه هجيب لها كمان معلقتين دقيق كده، هيبقى هنحط ايه معلقتين دقيق او معلقه دقيق. بصوا انا ممسكه بايدي نضيفه لسه برضو بتلزق شويه. بصوا عايزه معلقه واحده دقيق، احط لها معلقه واحده دقيق فوق النص كيلو. بصوا جبت لها معلقتين اتنين، هنزل بمعلقه واحده. ده كده فوق النص كيلو يا جماعه. هقول لكم خد معايا كده كام قد ايه الدقيق، بس اقلب كده واشوف هياخد معايا قد ايه. احط المعلقه التانيه. يبقى انا كده حطيت نص كيلو ومعلقتين معلقه الاكل.
نص كيلو دقيق ومعلقتين بمعلقه الاكل. انا ما وزنتش المعلقتين، فانت املي معلقه يعني. شوفي حطي النص كيلو الاول، شوفي العجينه معاكي هتعوز تاني ولا لا، لان نوع الدقيق زي ما انا قلت لكم بيختلف. انا هجربها بايدي النظيفه اهي، مش بتلزق ولا حاجه، بتلزق بس حاجه بسيطه اهي. بصوا كده، ده القمع المش اللي انا هشتغل بيه اللي هو بتاع البوتفور اهوت، معلش عشان دخلته هنا. وده اللي هو بتاع الكيس اللي بالشرجايه، وفي اللي هو الكيس اللي هو التاني ده، بس ده عشان مقطوع شويه فانا لبست ده في ده يعني. ماشي، لو انت عندك ده سليم ده بقى قلبه مشمع كده من جوه من بره، من هنا كده بقى زي قماش كده. لو عندك سليم اشتغلي بيه. حابه بقى العجينه بتاعتي ما نكترش عشان نقدر نتحكم في العجينه بتاعتنا. احنا في الصينيه مفيش فيها اي حاجه، مش دهناها اي حاجه، لان هي فيها كميه زبده حلوه، فاحنا مش محتاجين ندهنها اي حاجه. نشوف بقى العجينه بتاعنا كده. بس احنا هنجرب ايه 3 4 كده. الاول سخنت الفرن، لما تلاقي دي مفرومه اهي واقفه كده، بصي بالراحه كده. هجرب دول كده على درجه حراره 150. كل نوع فرن يا جماعه بيفرق عن النوع التاني، عن الفرن التاني يعني. انا درجه الفرن، حراره الفرن بتاعي عاليه شويه، فانا بوطيها على درجه حراره 150. لو انت النار هاديه شويه فممكن تخليها على 160، ما يعلاش اكتر من كده. اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن حلو، بعد كده بتوطي الحراره. ماشي، هدخله على 150 ونجرب دول الاول، وبعدين ايه نعمل بقى بقيه العجينه بتاعتنا كلها. البوتفور بتاعنا طلع عمر الفرن، بصوا واخد لون حلو قوي فوق ومن تحت، وطبعا لسه سخن. هنشكل بقى بقيه الكميه كلها. انا قلت اوريها لكم بس، لا فرشت ولا الرسمه راحت ولا اي حاجه، انا عايزه اقرب لكم بس تشوفوا الرسمه قد ايه حلوه. بصوا الرسمه زي ما هي، راحتش ولا اي حاجه. ده بتاع شكل تاني بس ما عجبنيش، عملت بيه الاتنين دول بس. فهنشتغل كله بالرسمه ديت. وما تطلعها من الفرن هتحس ان هي طريه شويه، سيبها في صينيتها لغايه ما تبرد خالص، هتلاقيها بقى دايبه معاكي وبتقرمش وزي العسل. بصوا بقى نعمل كده، نضغط على القمع بس مش جامد، وملاقات بقى وكده نقوم ايه، مش عايزينها تبقى تخينه قوي عشان لما نلزق الاتنين على بعض ما يبقاش ايه شكلهم تخين قوي كده وكبار قوي كده وشكلهم مش حلو. طبعا انت بتشكلي كده اللي مش عاجباكي شيليه، خلي بين كل واحده وواحده مسافه كده عشان ايه ما يلزقوش في بعض. طبعا القمع البلاستيك غلبني فشلته، حاولت ان انا ايه خيطت ده يعني كده. زي ما قلت لك لو عندك التاني سليم يعني اشتغلي بيه على طول، بس ما بتاخدش اي وقت خالص. حبه بوتفور بقى تحفه. بصوا الرسمه بتاعتها شكلها حلو قوي. عايزه اقرب لكم بس كده عشان تشوفوا الشكل. الرسمه قريبه قوي اهي كده. خدت ايه ربع العجينه، احط عليها معلقه كاكاو، او ما انا هحط معلقه الاول كده، معلقه ونص، ونعجنها ونجرب. بصوا لو العجينه عندك ناشفه، يعني العجينه ناشفه يعني جامده قوي، ممكن تحطي معلقه سمنه الاول تربها حلو، وبعد كده تحطي عليها معلقه الكاكاو. ده كاكاو اسباني خام يا جماعه، اللي هو الغامق مش الفاتح. خدت انا هعمل ربع بس الكميه اللي بالشوكولاته والباقي ابيض. بصوا العجينه اهيت، بصوا حلوه قوي. شكلها بالقمح بس. ونشكل بالشوكولاته ما تاخدش اي وقت خالص، فاي زيادات كده بنشيلها. عملت صينيه بالشوكولاته، صينيه ونص يعني، اعتبروا كده ايه صينيه ونص. هاي يعني كده لسه اول صينيه ما طلعتش. هعمل معايا المقدار اللي انا قلت لكم عليه ده، نص كيلو دقيق
اعمل معايا 3 صواني. تمام كده. خلصهم بقى تسويه، بنرجع مع بعض تاني نشوف هنزوقهم ازاي وهنعمل لهم ايه كده بقى. ماشي. بس كده بقى البوتفور بتاعنا طالع من الفرن. بصوا بقى واخد لون تحفه. هنسيبه بقى لما يبرد خالص، ان هو لسه مطلعاه من الفرن. حطيت الصينيه التانية. بصوا واخد لون حلو قوي. ممكن ما بصوا انا ما ولعتلوش الشوايه، ما ولعتش الشوايه، هو خد اللون كده حاجات بسيطه كده من فوق. من النار اللي هي هاديه من تحت، يعني مولعه الفرن من تحت بس. مسويه فرن البوتاجاز. بصوا تحفه. بصوا بقى لما يبرد خالص وبعدين نشكله مع بعض. البسكوت بتاعي اهوت خلص، فضيته كده سبته لما برد خالص. بقى نعمل الشوكولاته. معانا شوكولاته. شوف حطيت كده مكعبات شوكولاته، عايزه اسخنها ابص اسيحها على بخار. بحب قوي الشوكولاته اللي هي الشيبس دي. بصوا اهي بحب احط منها حبه كده، بيدي طعم حلو قوي للشوكولاته. حبه كده اسيحهم كلهم مع بعض كده. البني هسيحها كده على بخار. بصي بس كده شويه، غليت الميه وسبتها كده ودقيقتين بس وهتلاقيها ساحت خالص. ماشي كده. الشوكولاته البني معانا. على بقى الشوكولاته البيضاء برضو مش عايزه شوكولاته بيضاء كتير عشان مش بنحب الشوكولاته البيضاء قوي يعني. تمام. مكعب شوكولاته كده بيضه في التلاجة، طلعته هكسره بقى. بس كده بقى عايز شوكولاته كده صغيره. يلا فرماسيل ديت. فرماسيل برضو اللي هي بالشوكولاته اللي هي البني برضو معايا الفرماسيل ديت. بس دي حلوه قوي، شكلها كمان حلو، صغنطوطه كده وحلوه. ماشي. نشكل بقى. بس انا مش هحط مربى. حابه تحط مربى حطي مربى. بصوا هناخد اللي هي ديت حته صغيره كده من الشوكولاته، ناخد واحده قدها ممكن بقى نحطها في الشوكولاته كده. نفرشه هنا كيس، حته صغنطوطه خالص كده في النص هنا كده، حته صغيره خالص. الاحسن انت تعملوش بمربى، لان المربى بتخليه يطرى مع الوقت، بتخليه يطرى. ننزل بقى بالشوكولاته كده اهي. شكلي بقى الشكل اللي يعجبك وقولي لي ايه يعني يناسبك بقى. المربى حلوه لو هتعملي جزء صغير ويتاكل في ساعتها، تبقى حلوه. غير كده لو ركنتيها ما بتبقاش بقى كل اتنين اللي بيجوا على بعض كده ونعملهم بقى كده. ندور بقى على المقاس اللي بيبقى قد بعض، والاتنين يبقوا قد بعض. نروح بالشوكولاته البيضاء. الاولاد طبعا بيحبوا الحاجات دي قوي. حاجه صغيره خالص كده اهي. خلصهم بقى كده كلهم، نسيبهم لما يبردوا. لما الشوكولاته تنشف عليهم. طبعا الجو حلو يعني، مش جو حلو هينشف الشوكولاته بتاعتك، هتنشف يعني. لو في الصيف لازم تدخليها التلاجة. نخلص بقى كل الكميه كده ونرجع مع بعض تاني. بصوا بقى البوتفور بتاعنا التحفه طلع من الفرن. شكلنا كده والشوكولاته بقى مسكت. مدخلتوش التلاجة ولا اي حاجه، خلي بالكم. هو الشوكولاته بتاعتنا بقى حلوه نوعها يعني، كمان سما الشوكولاته سما حلوه قوي، خلي بالكم اهيت ومش غاليه قوي. ماشي. بصوا بقى بصوا طبعا بصوا بقى يا سيدي بقى على النعومه. بصوا ناعمه كده، حبه بوتفور دايبين. بصوا انا قلت اقرب لكم كده 6 تفاصيل تحفه اهو. حاجات جميله جدا، شكله حلو قوي. بصوا
جميله قوي. خلاص جربوا الطريقه ديت. بوتفور احلى بوتفور، احنا بنشتريه من بره واوفر بكتير. خلي بالكم، وزي ما قلت لك لو مش عايزه تعمليه بزبده ممكن تعمليه بسمنه وهيطلع معاكي زي العسل. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون الوصفه عجبتكم وتاخدوا منها اي معلومه حتى لو صغيره. طبعا عارفه ان كلكم شطار وكلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس بنتشجع بعض كده ونتعلم من بعض. ولو في اي سؤال او اي كومنت عايزين تسالوا عليه ابعتولي وانا هرد عليكم على طول. حط لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وصلوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. حط لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.